أهلا بيكم. معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض الرز بالخلطة أو الرز بالمكسرات. الرز بالخلطة من أحلى وصفات الرز اللي ممكن تجربوها وتنجح معاكم من أول مرة. طعمه لذيذ ومميز، بنحضره دايما في العزومات والمناسبات. ممكن يتقدم سادة أو بأي نوع لحوم بتفضلوها. النهاردة هنحضره بطريقة المطاعم وبطعم فوق الممتاز، وهنقدم معاه كبدة فراخ محمرة بأسهل وأنجح طريقة. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس من فضلكم تابعوني على صفحة الفيسبوك باسم رانيا دهب، واشتركوا في قناة اليوتيوب وصفة من دهب مع رانيا دهب، واضغطوا على علامة الجرس اللي تحت الفيديو على طول وخليها على الكل علشان يوصل لكم إشعار بالوصفات الجديدة. يلا بينا نشوف طريقة التحضير. عندي هنا كيلو من كبدة الفراخ، وكمية الكبدة عندكم هترجع لعدد أفراد أسرتكم. المتعارف عليه إن الرز بالخلطة بيتقدم بالكبد والقوانص، بس أنا النهاردة هقدمه بالكبد بس لأني مش بفضل القوانص. ما تلتزموش خالص بكبدة الفراخ، ممكن أي نوع كبدة متوفرة عندكم تنفع. طبعا الكبدة هنا هنحمرها، فلازم تكون كمية الدهون كافية. في طاسة على النار هننزل بحوالي 3 معالق كبار من الزيت و3 معالق كبار من الزبدة أو السمنة. انا النهارده هحضرها بالزبده لان بحس ان طعمها بيكون احلى، وطبعا على حسب رغبتك. اول ما الزبده والزيت يسخنوا كويس قوي هنبتدي نضيف الكبده اللي احنا مقطعينها على طول. وتقطيعة الكبدة هنا على حسب ما انت عايزة، ممكن تقطعيها الحجم الوسط اللي انا عاملاه او صغير او تسيبيها بحالها، هتفرق معاكي بس في وقت التسوية. واول ما ننزلها شوية كده مش هنقلبها على طول علشان ما تتبهدلش مننا، وبعدين هنبتدي نضيف لها التوابل. عندي هنا معلقة صغيرة من الملح أو على حسب الرغبة، ورقتين من اللوري اللي هو ورق الغار، رشة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة مش مليانة من الفلفل الأسود أو على حسب ما انتوا عايزين، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وواحدة من الحبهان. وهنقلب الكبد مع التوابل كده الحلوة اللي احنا حطيناها دي بس بالراحة علشان الكبد ما تتهريش مننا. والكبد هنا هنحمرها على نار وسط علشان ما تتلسعش مننا وتاخد لون التحمير اللي قدام حضراتكم ده. لون التحمير ده على حسب ما انت عايزة، انا بحبها متحمرة قوي علشان بحبها من جوه ما تبقاش لسه لونها احمر. بحبها تكون خدت راحتها كده في التحمير علشان من جوه يكون لون القلب بتاعها لونه لون السوا، لون الكبدة اللي استوت. فاهميني ازاي؟ وبالطريقة دي يا جماعة وبالتوابل البسيطة اللي احنا حطيناها بتبقى خطيرة بجد، بيبقى طعمها تحفة. في بقى هنا ممكن تحطي شوية مية سخنين لو انت عايزة صوص في الكبدة. لو انت مش عايزة صوص وعايزاها متحمرة كده بس تبقى ناشفة كده، يبقى ما تحطيش المية. انا هنا حطيت حوالي ربع كوباية من المية. طبعا المية لازم تكون سخنة. وبكده تكوني حمرتي كبدة الفراخ بتوابل بسيطة جدا وبطعم خطير بجد. ممكن بقى تقدميها بأي شكل تختاريه، بيبقى طعمها تحفة لوحدها لو انتي مش هتقدميها مع رز بالخلطة. يعني ممكن تعمليها في يوم لوحدها كده جنبها بطاطس محمرة. الطريقة دي تحفة بجد للكبدة الفراخ المحمرة. وشوية المية اللي احنا حاطينهم دول بيعملوا صوص خطير بجد وانتي بتاكلي مع لقمة عيش كده، يعني انا بحبها بالعيش، بيبقى طعمها تحفة. لو انت بقى هتعمليها بالرز بالخلطة هتخليها بقى على جنب، ونحضر مع بعض الرز بالخلطة. في حلة على النار هنضيف فيها 5 معالق كبار من السكر. الرز بالخلطة بيحتاج سكر مكرمل لكل كوباية من الرز البسمتي، معلقة كبيرة من السكر. وما تقلقوش خالص، طعم الرز ما بيبقاش مسكر، بالعكس بيكون مظبوط جدا. في الاول كده مش هنقلب السكر لحد ما الحروف بتاعته تتكرمل، وبعدين بمعلقة كده هنبتدي نقلبه بالراحة. وفي الوقت ده هنكونوا مهديين النار، ما ينفعش النار تكون عالية علشان السكر ما يتحرقش مننا. هنفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون الكرملة اللي هو البني مش محروق يعني، علشان ما يطلعش دخنة كده ويتحرق منك لازم يكون النار هادية ويديكي اللون البني اللي هو على دهبي ده. اول ما نوصل مع بعض للون ده يبقى هنضيف على طول المية اللي احنا مجهزينها على حسب معيار الرز بتاعنا. لكل كوباية رز بسمتي كوباية ونص من المية، او على حسب ما مكتوب عندك على العبوة. ويفضل ان المية اللي تزوديها تكون سخنة، علشان لو ضفتي المية وهي ساقعة هتعملك السكر كده اكنه شبه البلاستيك، هيتجمد معاكي وياخد وقت شوية عبال ما يفك. لكن لما تضيفي المية سخنة هتلاقيه فك معاكي بكل سهولة. هتبتدي بقى تنزلي عليه بالمطيبات، اللي هي عود من القرفة، واحدة من اللومي اللي هو الليمون المجفف، حوالي 3 أو 4 كده من القرنفل، و4 من الحبهان، و3 من ورق اللوري اللي هو ورق الغار.
وهنقلبهم بقى تقليبة حلوة كده مع المية المكرملة الجميلة اللي احنا حضرناها، وهنستنى لما المية تغلي. اول ما المية تغلي غلوة كده كويسة، مش هنقعدها كتير طبعا عشان مقدار المية ما تقلش اللي احنا عاملينه بتاع الرز. اول ما تغلي غلوة كده هنشيل الحلة من على النار ونبتدي نجهز الرز. في حلة على النار هنزل بحوالي 5 معالق كبار من الزيت، لاني هعمل 5 كوبايات من الرز البسمتي، وعليهم هضيف حوالي 3 معالق كبار مليانين من الزبدة أو السمنة على حسب المتوفر عندك. وبما إننا هنحضر رز بالمكسرات، عندي شوية لوز كده مسلوقين سلقتهم في مية سخنة وقشرتهم، هبتدي أنزل بيهم على الزيت والزبدة وأحمرهم كده علشان طعم الزبدة والزيت ياخدوا من طعم اللوز. ولو عندك أي مكسرات تانية عايزة تحمريها بتحمريها في الوقت ده. اول ما ياخد لون بسيط كده هبتدي اصفيه كويس قوي من الزبدة والزيت وهطلعه في طبق، وعلى طول هبتدي اضيف 5 كوبايات من الرز البسمتي طويل الحبة البني او اللي لونه ذهبي، مغسول ومش منقوع. انا مش بنقع الرز البسمتي خالص، او لو مكتوب عندك على العبوة ان ممكن تنقعيه في الوقت ده. وهضيف على الرز البسمتي معلقة صغيرة مش مليانة من القرفة، ولكل كوباية رز بسمتي هضيف نص معلقة صغيرة من الملح ورشة من جوز الطيب. ونقلب بقى الجمال ده مع بعضه كويس قوي بالراحة كده علشان الرز بتاعنا ما يتكسرش لحد ما ياخد لون ذهبي كده بسيط قوي. بيبقى ريحته بقى في الوقت ده خطيرة مع القرفة، بتبتدي بقى ملامح الرز بالخلطة تبان. وبعدين هضيف بقى المية المكرملة اللي احنا عملناها وتكون لسه سخنة زي ما هي، لو بردت لازم تسخنيها، ما ينفعش تضيفيها على الرز وهي باردة. وهنقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها كويس قوي، ونستنى لما المية تغلي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هنغطيها وهنهدي النار خالص، يعني لازم النار نهديها قوي ونسيبه بقى يستوي براحته على حسب كمية الرز اللي انتي حطوها. انا اخد مني حوالي نص ساعة علشان انا حاطة 5 كوبايات. تشيلي بقى من عليه غطا الحلة وتشمي الروايح الرهيبة الجميلة، وتشوفي بقى فلفلة الرز الخطيرة. بجد يا جماعة الرز بالخلطة ده حبيب قلبي، بحبه جدا. بجد طعمه في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نشيل المطيبات من عليه، اي حاجة زي القرفة واللومي ورق اللوري كل ده هنشيله من عليه. وبكده الرز بالخلطة بتاعنا خلص بطعم وريحة في منتهى الجمال. دلوقتي بقى هنتكلم على المكسرات، علشان هو رز بالمكسرات يبقى لازم يكون فيه مكسرات على حسب مقدرتك. ممكن على فكرة نستبدل كل اللي انا هقول عليه ده ونحط سوداني بس. انا عندي هنا شوية من الكاجو المحمص، وعندي شوية من السوداني برضو المحمص، والزبيب على حسب ما انت عايزة، وشوية من البندق، وشوية اللوز اللي احنا حمرناهم في السمنة في الزبدة والزيت، على حسب مقدرتك المكسرات دي. كده بقى الرز والكبد وكل حاجة جاهزة معانا. انا حبيت هنا اجيب القالب بتاع الكيك ده علشان اعمل ارتفاع كده في الرز في نص الصينية علشان المكسرات تبان من عليه. طبعا انتي لو عندك القالب ده وهتستخدميه يبقى لازم لما تحطي الرز تسيبيه لما يهدى. انا طبعا علشان التصوير والوقت يعني قلبت الصينية وهي سخنة فما خدتش الشكل منتظم قوي. لكن لو انتي عايزة الشكل يكون منتظم قوي قوي ما تقلبيش الصينية وهي سخنة. انا هنا حطيت المكسرات الاول زي ما شفتوا كده، وبعدين حطيت الرز وضغطت عليه كده علشان يبقى يعني محكم كده. وبعدين بقى في الصينية اللي هنقدم فيها او في الطبق على حسب ما انتي عايزة، بس تكون صينية تستوعب كمية الرز اللي هتحطيها فيها. هنقلبها كده جواها بالشكل اللي قدامكم ده. طبعا ايه علشان الرز كان سخن جدا مولع فما مسكش نفسه قوي، فمش مشكلة، هي ايه الفكرة وانتوا قدموها بقى بطريقتكم. انا عملت فكرة الصينية دي علشان يبقى الرز مرتفع كده في نص الصينية حواليه الكبدة، علشان يبقى الشكل باين قدام حضراتكم كده. انتي بقى ابدعي بقى في التقديم ده بالحاجة اللي تريحك والشكل اللي يناسبك، ويبقى عندك الصينية تحفة بالشكل اللي قدامكم ده. الرز ريحته حلوة جدا، لونه فظيع بجد، وطعمه بقى خطير، مش قادرة اقول لكم طعمه جميل ازاي. لازم تجربوا الوصفة دي علشان بجد تستطعموا احلى رز بالخلطة ممكن تكونوا دقتوه في حياتكم. ولا الكبدة يا جماعة وجمالها. الكبدة بجد بالطريقة دي ما فيهاش غلطة، ولا فيها ريحة غير مرغوب فيها، وطعمها خطير بجد. التوابل مع انها بسيطة بس مخلية طعمها تحفة. اسهل طريقة تحضري بيها الرز بالخلطة او رز المكسرات ومعاه كبدة فراخ محمرة رهيبة. بجد يا جماعة مش هتاخد منكم وقت خالص، وطعمها يستحق التجربة. ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا،
ومع ألف سلامة.